فيديو من الفيديوهات الغريبة اللي هتسمعها على السوشيال ميديا. وماذا قال شيكابالا لما اتسأل عن نظرية المؤامرة وتلقيحه على إبراهيم سعيد؟ تعالى نسمع شيكابالا قال ايه، واعمل لايك للفيديو ده بالصحاب وشيره في كل مكان عشان هيكون لنا رد على الكلام اللي هيقوله شيكابالا. اسمع معايا كده.
يوقفك. بص يا ابراهيم. طبعا ابو الصحاب دي لقطه جديده لشيكابالا، ان هو يقول ان احنا عايشين في نظريه المؤامره، اللي انا من وجهه نظري انا شايف ان هم جمهورهم واعضاء مجلس الاداره ورئيس النادي كلهم عايشين في نظريه المؤامره. وانك تقول ان في اعلام موجه، انا عارف ان انت قصدك على ابراهيم سعيد وبتلقح على ابراهيم سعيد، اما قصه ان مفيش حد ضد النادي الاهلي فخش على الصفحه عندي ابو الصحاب، ده انت هتلاقي عندي بص يعني كميه فيديوهات معموله لكميه ناس، احمد جمال، على عفت نصار، على محمد عبد الله، على اسلام صادق، على رضا عبد العال، على يعني لو قعدت اعدلك على اسامه حسن، يعني ناس بتهاجم النادي الاهلي يعني بكميه رهيبه، بكميه رهيبه. فلو انت ركزت في حته المؤامره دي جماهير الزمالك هيحبوك قوي ويفرحوا منك، صدقني. طالما مشيت على يعني على خطاهم او على هواهم او على الكلام اللي هم عايزين يسمعوه هيسقفوا لك وهينبسطوا منك. لكن هنا ابراهيم فايق اداها له في منتصف الجبهه لما قال له انتوا خدتوا 2 دوري ورا بعض، اذا انت لما بتتعب وبتشتغل ربنا يعني بيديك على قد تعبك. لما بتتعب وبتشتغل ربنا بيديك على قد تعبك، رغم ان هو كان يعني كان في مشاكل في التحكيم وكان في مشاكل في الفار وكان في مجاملات وكان في بس احنا مش موضوعنا. الموضوعنا دلوقتي ان انت حاطط نفسك في نظرية المؤامرة وبس. اتمنى الناس تعمل للفيديو ده لايك وشير عشان خاطر الناس تعرف حقيقة الكلام ده وحقيقة المنطق اللي هم ماشيين بيه مع جمهورهم. شكرا لكل الناس، حبايب قلبي.